3 حاجات لو ركزت معاهم هتقدر تنظم طاقتك بشكل كبير جدا. مساء الفل. الهاير بيربس واحده من اهم الاسئله اللي لو لقيت الاجابه بتاعتها هتساعدنا بشكل كبير جدا ننظم حياتنا. طيب عشان نعمل حاجات تخلينا سعداء وفي نفس الوقت تقربنا من الهاير بيربس بتاعنا نعمل ايه؟ في 3 حاجات محتاجين نركز معاهم ونشتغل عليهم الفتره الجايه عشان خاطر نقدر نوصل للاجابه دي. اول حاجه الفيزيكال فيول، وهو البنزين اللي هيخلينا نحافظ على طاقتنا كل يوم وفي نفس الوقت هيخلينا نحافظ على مشاعرنا والتزامنا بالميشن بتاعتنا. طيب اعمل ايه عشان خاطر ازود الفيزيكال فيول عندي؟ النشاط والحيويه شيء مهم، عشان كده محتاج ابقى بتمرن بشكل منتظم، وحاول تعلي على نفسك كل شويه ليفل التمرين بتاعك. ده هيخلي جسمك في صحه احسن وتبقى قادر وعندك نشاط طول اليوم. تاني حاجه المنتال كلاريتي، وهي ان احنا نقدر نصفي دماغنا من كل عوامل التشتيت اللي ممكن تقع قدامنا، واننا نبقى بنفكر بشكل متماسك حتى لو تحت ضغط. طيب نزود المنتال كلاريتي ازاي؟ لما تبقى شغال على تاسك كبيره شويه حاول تقسم يومك لاجزاء صغيره، اشتغل لمده 90 دقيقه من التركيز الكامل وبعد كده خد بريك. الحركه دي هتخليك تطلع احسن ما عندك في الوقت اللي انت مركز فيه على الشغل بتاعك، وفي نفس الوقت مش هتتعب لان انت كل شويه بتاخد بريك. اخر حاجه الايموشنال ريزيلينس، وهي القدره على الاستمرار في انك تبقى حاسس بمشاعر ايجابيه طول الوقت حتى في اوقات المشاكل اللي انت ممكن تقع قدامها. خليك دايما بوزيتيف وشايف الامور من منظور ايجابي. عشان نعرف نزود الايموشنال ريزيلينس محتاج تسمع لفريق العمل بتاعك بشكل مستمر، حاول دايما توصل لهم الدعم والتشجيع بدل النقد، حاول تدي كل لحظه في حياتك وقتها، وحاول تشحن دايما طاقتك بالحاجات اللي انت بتحبها. ركز مع الحاجات اللي تخليك تحس بالايجابيه خصوصا في الاوقات الصعبه. في النهايه محتاج تبقى مركز مع ال3 طاقات دول بشكل مستمر. السيلف اويرنس كمان مهم جدا في الحته دي، مهم تكون عارف ايه الطاقات اللي انت مش بتستخدمها كتير عشان تبدا تشتغل عليها الفتره اللي جايه، ولما تحس ان طاقتك بتخلص حاول تشحنها بدري عشان ما يجيلكش بيرن اوت. وافتكر دايما ان الحاجات اللي انت بتعملها دي مربوطه بالميشن ستيتمنت بتاعتك. ونشوفكم الحلقه الجايه.